اتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله. فيما يخص الصحراء الغربية فقد عبرنا للرئيس عبد المجيد تبون عن إعجابنا بنضال وكفاح الشعب الصحراوي ومقاومته التاريخية من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، ويجب أن يكون للمجموعة الدولية كامل التجاوب بما يمكن من حماية الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. لقد حان الوقت للتعبير أكثر عن تضامننا الكبير ودعمنا للشعب الصحراوي. المهم إلا قاري داكشي اللي بغينا، ما قاريش جيب اللي يشرح لي، لأن هادشي اللي قال دونالد ترامب راه كلام خطير في حق الجزائر. قال أن الأقمار الاصطناعية رصدت أن الجزائر عندها أسلحة ديال الدمار الشامل، وكيطلب تفسير عاجل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولا غادي تكون إجراءات جد صارمة في حق دولة الجزائر. رسميا دونالد ترامب كيقول انه اعتقل الرئيس ديال فنزويلا نيكولاس مادورو. بكل صراحه دونالد ترامب راه ما كيجبد حتى شي واحد. كان ديجا كنهضر معاه قال لي انت راه كتشرب مخدرات وكتشرب بنادم وكتشرب البشر وكتشرب في ارهاب وفي السلاح وجمع راسك معنا وحبس هذا الشيء هذا، ولكن الرئيس ديال فنزويلا راسو قاصح وبقى زايد فيه وحنا ما كيخلينا حتى شي واحد. اليوم دار لي واحد خويفه عامره خفيفه صيفط واحد الفرقه من الكوموند غير فرقه واحده دخلت العاصمه كاراكاش داو لك هو عائلته وولادو من القصر ديالو وداو راه عندهم في ميريكان. هادشي اللي وقع في فنزويلا هاد الصباح اي واحد فحال مادورو فيه الدغل اليوم شاداه الصريصه، اليوم فيه الاسهال، اليوم كيراجع راسو كيقول غيجيني الدور. وهذه رساله لهادوك الجيران ديالنا ردوا بالكم، راه قال لكم في خلال عام ما بغيتش هادوك المخيمات يبقاو تما عندهم. هادوك المخيمات غير شتتوهم من دابا، غير نهيو الملف الا شي نهار وهذاك غالي غتلقى حتى هو حدا مادورو. صبحنا لقينا امريكان كتقول لنا باننا الرئيس الفنزويلي والزوجه ديالو هزيناهم في طيارات ديناهم، وزير الدفاع ديالو اللي نائب الرئيس اوتوماتيكمون قتلناه. شحال ديال الوقت؟ ساعتين. شفنا صواريخ فن 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 فن، شفناهم دخلوا حتى القصر. الرئاسي وهزوه. هادشي اكيد لانه كاين اتفاق مع العسكر ديال فنزويلا، لانه هاد السرعه باش تنفذ هادشي غريب امرهم. باش عرفوا راه امريكا ما يقدر عليها الله سبحانه وتعالى اللي خلقها. راه هذا ميساج لشي دول كيقول حنايا وحنا راه ما كيعطيوش دونالد ترامب. شوف شكون اللي كيعرف القوه ديال دونالد ترامب؟ ما كاينش واحد كتعرفها من غير حركه المقاومه. اللي كيف امريكان دخلوا لفنزويلا وداو مادورو داو البريزيدون تاعها ديريكت، ضروا دخلوا البلاد وداو البريزيدون تاعها. كي كان يصوتي مادورو ويقول لهم بلي انا عندي غاشي معايا والفنزويلا وحنا وهذو امريكان وما يقدروش يهضروا عليا وما يقدروش يديروا. امريكان زاد بروفات بلي تقدر تدخل لبلادك تدير الكرايس وتروح. شكون اللي يقدر يهضر؟ بصح ما تكونش في الصف مع امريكان يجوا يديروا الكرايس تاعك من داركم. امريكان كي تقول لك انت وانت تفروها كي تقولك انت وانت ديروا هاك كي تقول لك امريكان ريح عاقل ولا نجي نبدا نسطر كي نحب في بلادك غير ريح عاقل. ها هو الرئيس ديال فنزويلا مادورو. انت كي تحدى في ترامب ها هو عاقبوه شدوه ادخلوا عليه البلاد وشدوه في القصر. الجمهور الشعب الجزائري سمعوا هاد التبون والشنقيحه وهذاك الخنغالات نودكم تنتوما غتجيو ان شاء الله. بلاتي نودكم احنا غيدوزو عندكم ان شاء الله. هذا ترامب اللي كيموت على المغرب وكيعطاه بالمغرب، هذا ياك الشيش دار فنزويلا ودابا نوبة الجزائر. سمعوا والجزائريين واللي عنده الشانطو وسيروا لفرنسا بصح الاولين راه تاخذوا الدقه راه مابقى والو. هاد الوجه النحس والشنقريحه واللي معاه غير حيدهم حتى هما يجيبهم ان شاء الله. يا الله هاك الساعه
اسوف ما تدخلوش المغرب ممنوع.